كده برضو يا ام محمد تبعتي الكلام ده يا شيخه على جروب العيله، سلفتك تزعل. اما اصور لهم انا كمان صوره العزومه بتاعت امبارح، اوريهم الصواني اللي اشتريتها جديد. الوليه مسامح ما نزلتش شبكه بنتها على الجروب نشوفها، خايفه من الحسد. الله يرحم، ولا بلاش. يخرب بيوتكم، ما ينفعش الكلام ده يتقال على جروب العيله، في عيال صغيره. جه بقى الوقت اللي اكلمكم فيه عن جروب العيله، كفايه فضايح ومشاكل. هقول لكم ازاي تستخدموه في حاجات مفيده، لحسن تقولي حاجه على اهل باباكي في جروب عيله مامتك، ومن نرفزتك وعصبيتك يطلع جروب عيله باباكي وتبقي لبستي في الحيط. بس الاول ما تنسيش شويه الزراير اللي حواليا، اصل انا بقى خبره في الموضوع ده. انا مقسمه العيله لشويه جروبات كده. عندي جروب في السر، ده اللي ما فيهوش بابا وماما، بس فيه انا واخواتي وجوازنا ومرات اخويا. وعندي جروب انا واخواتي بس البنات ومسميينه المامز. وعندي جروب العيله الكبير بقى، وده باسم العيله. ده غير جروبات المدارس بقى، وانتوا كلكم عارفينها، جروب للفصل وجروب للمدرسه وجروب لاولياء الامور وجروب للعيال، وش ملوش اخر. بس انا النهارده هكلمك على جروبات العيله بس. هقولك بقى على حاجتين مهمين، حاجات لازم ما نعملهاش وحاجات لازم نعملها. هنبتدي بالحاجات اللي مش لازم نعملها على الجروب، اللي بتعمل مصايب. النميمه. هي النميمه حلوه ومفيش كلام ومغريه وبنضيع فيها وقت زي المسلسلات التركي، بس عداد الذنوب عمال يعد، وما تعرفيش النميمه دي هتوصل لمين وازاي وهتعمل مشاكل قد ايه. ده في ناس بتقاطع بعضيها بسبب النميمه على جروب العيله، فبلاش نميمه احسن على جروب العيله. تاني حاجه مش عايزين نعملها على جروب العيله وهي الكيد. كفايه كيد يا ستات، مش كل واحده تجري تشتري حاجه تصورها وتنزلها على جروب العيله وتقول جايباها من المحل الفلاني وبالسعر العلاني. نراعي ان ممكن يكون في حد في الجروب ظروفه ما تسمحش، هتضايقيها وهتكديها. اهدي يا وليه انت وهي شويه، وتبقي بقى حاطه نقرك من نقر سلفتك، ولما جوزك يدخل عليكي بصينيه كنافه تصوريها وتبعتيها على الجروب جوزي جاب لي دي. وكل ده ليه؟ علشان تكديها وما تعزميش عليها حتى بحته كنافه. ده غير بقى الكيد في درجات العيال بتاعه الامتحانات، ولا بنتي جالها عريس عامل ازاي. اهدي يا وليه منك ليها. وحاجه كمان يا ستات جروب العيله، بلاش التسخين. مش تسخين الاكل طبعا، التسخين اللي انتوا عارفينه. اقصد لما اتنين يتخانقوا في العيله مع بعض، ما نفضلش نتكلم ونعيد ونزيد في الموضوع 100 مره ونشحن ونسخن ونحرق بنزين على الفاضي. وبلاش هري في الموضوع ليل ونهار. لو عندنا كلمه كويسه نهدي بيها الدنيا نقولها، ما عندناش نقعد ساكتين. وبلاش شغل السخانات ده. رابع حاجه الالفاظ، بلاش الفاظ خارجه على جروب العيله. لاحظوا ان في عيال وفي شباب وفي مراهقين على الجروب، علشان ما يلقطوش، ولا هما كده كده بيلقطوا. على الاقل خليكوا قدوه قدامهم. خلصنا ايه اللي ما يتقالش على جروب العيله، نيجي بقى ايه اللي يتقال بس بسرعه كده، علشان انا عندي اجتماع مع جروب العيله. واحد، ده وسيله حلوه جدا لصله الرحم، لان كلنا بنسال على بعضنا فيه وبنصبح على بعض كل يوم وبنقول جمعه مباركه يوم الجمعه. بس بلاش نكتفي بصباح الورد وفناجين القهوه. معلش اتعبوا شويه واكتبوا بايديكم واذكروا اسم الشخص اللي بتسالوا عليه في العيله، وبالاخص لو حد كبير في السن اسالوا عليه وحسسوه بقيمته. تاني حاجه بقى استخدموه علشان تشيروا اخبار العيله المهمه، بس تفكروا بعض بزياره مريض، تفكروا بعض بحد هيتجوز، تفكروا بعض بواجب عليكم، تفكروا بعض بزيارات رمضان، لا قدر الله لو حد تعبان او حد توفى عشان تروحوا تعملوا الواجب. استخدموه لاخبار العيله الطارئه فقط، وطبعا تتاكدوا من الخبر قبل ما تقولوه. تالت حاجه حافظوا على خصوصيه البيت في جروب العيله، يعني مش كل حاجه تحصل جوه البيت تجروا تقولوها على الجروب. ده عامل زي البسطه اللي في بيت العيله، عايزين نعرف ايه اللي يتقال عليه وايه اللي ما يتقالش. رابع حاجه استخدموا جروب العيله في كل حاجه خير وكل حاجه طيبه، ما تعملوش زيي وتعملوا 100 جروب. هتقولي لي طب اعرف اخبار سلفتي ازاي؟ هقول لك فاكره صينيه الكنافه اللي انت غصتيها بيها؟ خديها وانزلي كوبايتين شاي مع صينيه الكنافه وانت هتعرفي اخبارها. انا كده قلت لك ايه اللي يتعمل في جروب العيله وايه اللي ما يتعملش. قولي لي بقى انت في التعليقات عندك كام جروب عيله ومسمياه ايه.